مفيش شك إن الصدقة لمن لا يسألون الناس إلحافا أفضل بكتير من إن أي حد تاني بيسأل وهو اللي بيطلب الصدقة. الصدقة للعفيف أولى من الصدقة لمن يسأل بشكل صريح. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا: لا صدقة لغني أو لذي مرة سوي. يعني الصدقة ما تنفعش لحد غني أو لحد عنده قوة بدنية يقدر بيها إن هو يبذل الجهد لكسب المال. بنلاقي ناس كتير دلوقتي بتستسهل الموضوع ده. كم مرة وقفت في إشارة ولقيت حد جاي يقول لك لله يا بيه، أو هات حاجة لو سمحت ربنا يخلي لك الهانم. كلمات كتير بيستخدموها سواء كان راجل أو شاب، وتلاقيها ممكن حتى تكون امرأة لكن عندها القوة البدنية إن هي تقدر تكتسب أو تقدر تشتغل وتصرف على أولادها أو تجيب قوت يومها. وبنلاقي بقى ناس تانية على قد الحال ممكن تشتغل أي شغلانة شريفة علشان تأكل ولادها أو من تعول، ما يفرقش معاها الشغل ده أخباره إيه مدام شريف وفي إطار الشرع، بس تقولك أهم حاجة ما احتاجش لحد ولا أحوج عيالي لحد. الكلمة دي اللي بنسمعها من الناس العفيفة، الناس اللي ما بتسألش الناس ولا بتستسهل إن هي يعني تتسول على الناس. ذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا: لا، خد بالك، لا صدقة لغني أو لذي مرة سوي. اللي يقدر حتى ما عندوش قوت يومه بس عنده قوة بدنية يقدر بيها يشتغل أي شغلانة حلال ياكل ويأكل عياله منها. بالك وانت بتطلع الصدقات لازم تسأل وتعرف ده محتاج فعلا ولا لأ. لو كل واحد تكفل باللي حواليه من الأهل والجيران والناس اللي يعرفهم هيبقى في تكافل اجتماعي كويس، لأن على الأقل هتبقى أنت ضامن فعلا الناس دي محتاجة والناس دي عندها عفة، مش هتقدر تسأل القريب علشان حفظ ماء الوجه. شفت بعناية ستات كتير ممكن تروح تشتغل عاملة في بيت أو غيره شغلانة شريفة في إطار شرعي محترم وتقولك علشان أصرف على عيالي وأكلهم، وانت بتتعامل. على فكرة الناس دي بيبقوا أهلهم وقرايبهم ممكن يكونوا ما يعرفوش على فكرة إن هم بيشتغلوا شغلانات قد تكون يعني في نظر المجتمع وضيعة، بس أهم حاجة بالنسبة لها إن أنا أكل بالحلال وأكل عيالي بالحلال، وكمان ما اسألش الناس ولا يذهب ماء وجهي ولا أولادي يبقوا في يوم من الأيام عندهم نظرة يعني متدنية أمام حد إن إحنا بناخد منهم صدقة. الناس دي هي اللي تستاهل بجد إنك تدور عليهم وتبحث عنهم. طيب، قابلت النوع التاني من الناس في إشارة ولا مستني حد ولا واقف قدام محل ولقيت النوع التاني اللي هو السائل، ينفع اديله ولا ما ينفعش؟ ينفع تديله وانت حر، لكن الأولى إن احنا ما نساعدش في انتشار هذه الظاهرة. ما دام أنا شايف قدامي شاب بس ممكن يكون بيستسهل، ده أحيانا بيزود دخله بشغلانة زي دي، يلبس لبس معين ولا يفكرك كده إن هو مثلا بينتمي لفئة عمال النظافة، ولا هو أصلا مش بيشتغل الشغلانة دي بس بيلبس لبس معين علشان يصعب عليك وانت تديله. أو تلاقيها هي مثلا ممكن تكون بتحمل طفل صغير ولا حاجة علشان تاخدك بالصعبانية تستثير مشاعرك وتصعب عليك. الفئة دي ينفع نديها، ممكن تديها، ولكن الأولى إنك فعلا تسأل عن العفيف اللي ما بيسألش الناس إلحافا، سواء كان من الأقارب أو الجيران، أو حتى ممكن تسأل أهل العلم وأهل الفضل من أهل الحي عندك. مثلا تروح لإمام مسجد أو حد أمين أنت بتثق فيه وتقول له تعرف مين فقير محتاج. الناس دي بيبقوا عارفين وبيروحوا لبعض الناس أيا كان وسيلة المعرفة، المهم تسأل بصدق. وحتى الناس دي لو انت شاكك فيهم اللي هم السائلين اللي بيجوا لك جنب عربيتك كده في الإشارة، بلاش تنهروا. ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا: وأما السائل فلا تنهر. فحتى لو انت شاكك ان هو مش محروم ولا ان هو مش محتاج، بس بلاش تنهره، بلاش تقول له كلمة يعني تجرحه. أو انك ممكن أقصى حاجة تعملها النصح، تقول له بس يعني ما تبحث عن شغل أفضل بطريقة حلوة، لأن ربنا عز وجل يقول لنا: وأما السائل فلا تنهر. سواء كان محتاج أو مش محتاج ما ينفعش تقول له كلمة تجرح بيها مشاعره، وربنا يقدرنا على فعل الخير.